مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كيك التورت بس بدقيق اسبونج جاهز. اظن بعد الفيديو ده ما يكونش ليكي حجة ابدا ان كيك التورت يفشل معاكي. بعد الفيديو ده سهل وبسيط، منتهى البساطة، ما شاء الله هيطلع معاكي ناجح من اول مرة. مكوناته وطريقته سهلة جدا، اتبعي الخطوات وهقولك التركات اللي ممكن تخليه يفشل معاكي، وتتابعيني كويس قوي علشان ما يفشلش معاكي ويطلع ناجح جدا زي ما انتوا شايفين كده. كالعادة قبل ما ابدأ الفيديو بتاعنا، انا اسماء طاهر. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعل الجرس وما تنسيش اللايك. ضروري انك تفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. يلا بينا نبدأ في الوصفة بتاعتنا والمقادير على طول. اول حاجة معايا هو 6 بيضات، كيس من الفانيليا، وذرة من الملح. وكمان عندي الدقيق بتاعي زي ما قلنا هو دقيق اسبونج جاهز. هنجيبه منين؟ من محلات مستحضرات الحلواني، ولازم يكون محل موثوق فيه ومضمون، علشان اي عطار ممكن يكون الدقيق بتاعه كارف او كده فيطلع لك الكيك بتاعك مش مظبوط، او ممكن الدقيق بتاعه ما يكونش مظبوط قد كده فالكيك بتاعك يطلع مش مظبوط. فلازم يكون حد كده انت عارفاه وموثوق فيه، وهو بيتباع كده. عايزه تجيبي نص كيلو، عايزه تجيبي اكتر من كده انت حره، بس الكيك بتاعنا هنحتاج له نص كيلو. في الاغلب هو ما بياخدش اكتر من نص كيلو الكيك بتاع التورته. عامه علشان تعملي تورته ناجحه ومظبوطه لازم مكوناتها تكون من مكان مضمون وموثوق فيه، مش اي عطار ولا اي حاجه. حتى الشوكولاتات لازم تختاري حاجتك بعنايه ودقه. ومعايا كمان نص كوبايه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه، وهناخد معلقه صغيره من الخل. هي دي مكوناتي فقط لا غير. الدقيق في كل حاجه، في السكر وفي مواد الرفع وفي كل حاجه. سعره عالي شويه بس هو غني عن كل حاجه، هيغنيكي عن كل الحاجات اللي انت هتجيبيها وتضيفيها مع الدقيق العادي. حطيت البيض بتاعي وحطيت الفانيليا والملح والخل، وحطيت الدقيق كله على بعضه مره واحده، ما حطيتش حاجه قبل حاجه، كله على بعضه كده. وبعدين والميه كمان. وبعدين شغلت المضرب بتاعي، لازم يكون مضرب كهربائي او عجين. المضرب الكهربائي هتضربي فيه مدة لا تقل عن 10 دقايق. انا ضربته حوالي 12 دقيقة او يمكن 13 دقيقة، بس مش اقل من 10 دقايق. لكن لو عجان هيبقى حوالي 7 دقايق 8 دقايق حاجة زي كده. لكن المضرب الكهربائي بياخد ضرب اكتر من كده. ضروري جدا انك انتي تفضلي تضربي المدة دي اللي انا ذكرتها بدون فصل المضرب. ما بنفصلش المضرب نهائي علشان الكيك ما يبطش معانا في الفرن. هنفضل نضربه المدة متواصلة وما نفصلش المضرب بتاعنا، ولحد لما القوام بتاعي يبتدي ان هو يعلى زي ما انتوا بتشوفوا كده. وكمان السمك بتاعه هيبقى تقيل بالشكل ده. حتى لما اجي اصبه في الصينية بتاعتنا هيكون قوامه تقيل، مش بسهولة بيتفرد، اضطر ان انا افرده بسباتيولا، وهو ده القوام المظبوط بتاعنا. ضروري نتبع خطوات الضرب علشان ينجح معانا. اظن مفيش ابسط من كده كيك. بعدين لو انتم معندكوش زي صواني اللي هي بتاعت الكيك التورت، يعني كيك التورت اللي هي المرتفعة، علشان كيك التورت انتوا عارفين بيكون مرتفع، هتعملوا زي كده. انا جبت حلة وبعدين هبتدي ان انا اقصلها ورقة من الزبدة على قد قاع الحلة. والحواف بتاعة الحلة بتاعتي انا دهناها بزبدة عادية، زبدة عادية خالص، اي نوع زبدة انت تفضلي. هتدهني حواف الحلة والقاعدة هتحطي فيها ورقة من الزبدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حابين تدهنوا الصينية كلها بالقاع زبدة من غير ورق زبدة برضو زي ما تحبوا، بس ده اضمن واحسن علشان الكيك بتاعك ينزل مضمون. اعملي الحاجة صح ومضمونة علشان بعد كده مترجعيش تندمي. بعدين دي حلة مقاس 20. الخليط بتاعنا، وانا خلاص نزلت الخليط لازم اسويه بالشكل ده، ولازم اخبطه على الرخامة واكون حاطة فوطة كده من تحتيه، خبطات كده كام خبطة حلوين علشان اطلع منه اي فقاعات من الهواء. ده ضروري برضو. طبعا الخليط بتاعي كنت افضل ان احطه في حلة مقاس 22 او صينية بتاعت تورت مقاس 22، بس انا حطيته في 20. بس مفيش اي مشكلة خالص، الارتفاع اللي عالي فوق ده ما اذانيش في اي حاجة، وبرضو اداني فوليوم ومفيش منه اي مشكلة الحمد لله.
هتحطيه في الفرن رف اوسط لمدة، انا خد معايا 35 دقيقة، درجة حرارة 180، يعني درجة حرارة متوسطة، النار تكون متوسطة. خد معايا 35 دقيقة. انتي ممكن ياخد معاكي اكتر من كده دقايق. المهم بعد نص ساعة تفتحي بشوش وتختبريه، لسه ما استواش من جوه، يعني دخلت الخلة بتاعتك او السكينة بتاعتك وطلعت فيها كيك يعني وحاجات نية في الأداة اللي انتي دخلتيها في الكيك، فلسه كده ما استواش. هتدخليه تاني في الفرن لحد ما تختبريه والأداة اللي انتي اختبرتي بيها تطلع نضيفة وما فيهاش اي حاجة، كده يبقى هو تمام. هتطلعيه من الفرن، ولما تطلعيه تستنيه يهدى شوية كده، وهتقومي قلباه على طول وتشيلي منه ورقة الزبدة بتاعتك. نرجع تاني للخليط بتاعنا ده. ممكن يكفي صينية مثلا مقاس 24، بس هتكون الارتفاع أقل من الارتفاع ده، بس هتكون أكبر بقى منها، أكبر شوية، والارتفاع هيبقى أقل، فبرضو زي ما تحبي. لكن لو عايزاها برضو عالية، برضو ارتفاع حلو ومحترم، هتحطيها في حلة مقاس 22، يكون أفضل من 20. فانت لو هتعملي النص كيلو حطيها في مقاس 22. حباها تكون أكبر شوية وارتفاع أقل بسيط، مفيش منها أي مشكلة، برضو جميلة جدا، حطيها في 24، برضو حسب اختيارك. وضروري جدا وانتي بتقطعي الكيك بتاعك بالمنشار اللي انتوا شايفينه ده، المنشار ده ضروري يكون عندكم لو بتحبوا تعملوا تورت والحاجات دي، فعلا يعني إنجاز ليكم. المهم لما تيجي تقطعي بالمنشار بتاعك اختاري الدرجة اللي انت عايزاها، هو درجات، انا كنت مختارة درجة 8. وهتحطي المنشار بتاعك على الرخامة، هتثبتيه بالشكل ده، وانت بتقطعي المنشار ولا تميليه شمال ولا يمين، وهو متساوي كده بالتساوي ماشي زي المسطرة على الرخامة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتمشي بيه بسوا واحد لحد ما تنتهي من التورتاية نهائي، وكده بتطلع الطبقة اللي انت عايزاها متساوية وجميلة وطرية وهشة، كل حاجة حلوة انتوا ممكن تقولوها في الكيك ده. ده غير ان ارتفاعه ما شاء الله حلو قوي. كذلك المنشار برضو بيتباع في محلات مستحضرات الحلواني. وطبعا الكيك بعد ما طلع ما تقلقوش خالص من الحروق اللي كانت في وش الكيك دي، مفيش منها اي مشكلة نهائية، ما بتأثرليش على الكيك بتاعي، طري وزي الفل زي ما شايفين. الحكاية ان انا لما بختبر الكيك بتاعي بلاقيه لسه ما استواش من جوه، ما ينفعش ابدا اطلعه ني، لازم افضل سايباه لحد ما يستوي من جوه. ولو اتحرق من الوش مفيش منه اي مشكلة، ده ما بيأذنيش ولا بيعمل معايا مشكلة خالص، فبسيبه لحد ما يطلع معايا مستوي من جوه. كده كده الوش احنا بنشيله. ملحوظة مهمة، اذا حابين تعملوها في حلة مقاس 20 زي ما انا ما عملت وعايزين ارتفاع قوي كده، هتبتدوا ان انتوا تحطوا في الحواف بتاع الصينيه بتاعتكم ورق زبده وترفعوه اعلى من الصينيه بتاعتكم. فاهمين قصدي ايه؟ علشان لما ترتفع ويكون ليها ارتفاع، يعني ورق الزبده يكون اعلى من الصينيه فترتفع براحتها. وضروري كمان واحنا بنشيل وش الكيك هنشيله بسكينه تكون مشرشره، وتتبعوا الخطوات اللي انا بعملها في الطريقه اللي انا عاملاها. ارجعوا بالفيديو في الطريقه اللي انا بشيل بيها وش الكيك علشان يطلع معاكم مظبوط وكل حاجه مظبوطه. اتبعوا الخطوات اللي قلتلكم عليها، مفيش كيك تورت هيفشل معاكم بعد الفيديو ده. كمان هعمل لكم كيك التورت الفانيليا اللي هو بالدقيق العادي برضو، علشان يبقى عندكم كل حاجة واصله لكم ان شاء الله، بس في فيديو تاني ان شاء الله. وسبق وعملت معاكم قبل كده كيك التورت بالدقيق العادي، بس كان كيك كاكاو مش فانيليا. ان شاء الله فيديو تاني هعمل لكم الفانيليا بالدقيق العادي. وطبعا جمال الكيك وطراوته بيتكلم عن نفسه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.